السلام عليكم يا شباب. نقول يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة، ولا نقول ايه؟ ما هي الشماتة بتيجي على دماغك. انت شمت ساعة بيراميدز، شفت؟ حط عليك اهو. حط عليك الوحش. الوحش حط عليك. بس انا تريزيجيه ده بقى هيشلني يا جماعة. كان الوقت المفروض 5-6 زي زمان. الله يرحم زمان وايام زمان. انا كده شرحت قلبي كده يا ولاد وظبطتوا الدنيا. الله ينور عليكم يا ولاد. والله شرحت قلبي كده. يا نهار ابيض يا جدعان. بس الواد بن شرقي ده، اوعى وشك. برنس. انا امبارح لما قلت لكم العبوا، وقلت لكم هتتغلبوا ومش عارف ايه، كلامي جه مظبوط. لكن انا لو ما قلتلكمش انتوا هتتغلبوا والزمالك هيحط عليكم ومش عارف ايه، ما كنتش اتنحرنتوا كده. ما كنتش غيرتوا كده. ايوه كده، الانسان لما يغير على يعني، انا هموت من الفرح، يعني مش عارف اتكلم والله يا جدعان من الفرح اللي انا قلبي بيرفرف كده، مش عارف ليه. والله عم جدو قلبه بيرفرف. اه والله. النهارده الفرحه يا جدعان بالسيعان. والله يا ولاد. انا قلت الجمهور ده رقم واحد. شفت؟ يعني لو جمهور غيره والله ما كان حضر الماتش. لكن شفت الجمهور عنده اصل ازاي، وعنده والنادي ليه قيمة عنده ازاي. شوف الجمهور كان قد ايه. انا قلت الجمهور مش هنشوف يجي 200 300 واحد في الاستاد. بص الجمهور، شوف الاصل بتاعه. والله ده عظيم ثلاثة جمهور، والله ما تلاقي زيه. قسما بالله لو الزمالك اتغلب من بيراميدز وجا عشان يلاعب الاهلي النهارده، ما كانتش هتلاقي جمهور من زمان. صدقني. الجمهور بتاعنا ده يعني جمهور عاشق للفانلة الحمراء، عاشق للنادي الاهلي. عاشق يا جدعان، عشق. ده عشق بقاله قرون. بقاله قد ايه؟ بقاله 110 سنة تقريبا. المهم مش مشكلة. بقاله قرن. قرن ونص يعني. قرن و10 سنين. عشان نبقى ايه صراحة مع بعض. بس بقول لك، النهارده رضا عبد العال، الكابتن رضا عبد العال، انا اسف يا كابتن رضا. النهارده كابتن رضا عبد العال مش هيعرف يتكلم، بس هيمسك لعيبه الزمالك هينفضهم. انا عارف. ده عمرو اديب يا عيني هيجي له جلطه. والله انا صعبان عليا الاستاذ عمرو اديب. والله يا عيني خارج من الاستوديو والدموع في عينيه وزعلان. ويقول لك يعني ده انا عندي 63 سنه يا جدعان. لا صعب عليا والله يا جماعه، والله صعب عليا. انا مش عارف اعمل يعني. انا لو موجود في الاستوديو كنت طيبت خاطره بكلمتين الاستاذ عمرو اديب. يا عيني والله صعبان عليا. ده هتلاقي الاستاذه لميس الحديدي تلاقيها دلوقتي فرحانه فيه قوي. تلاقيها فرحانه فيه على الاخر. هي الاستاذه لميس الحديدي اهلاويه، اهلاويه صميمه. وهو زملكاوي صميم. بقول لك حتى النخاع. الاستاذ بس صعبان عليا والله العظيم ثلاثة عمرو اديب صعبان عليا يا جدعان. والله حرام عليكم اللي انتوا بتعملوا في الاستاذ عمرو اديب كده يا جدعان. ده انتوا بتعملوا فيه حاجات. ده الراجل طالع هيتشل منكم. بس بصراحة الواد مروان عطية برنس. الواد مروان عطية عجبني في الملعب كله. مال الملعب كله. الواد المدافع اللي انت راكنه ده، الله اكبر عليه. والواد ياسين مرعي ولد برنس. بصراحة النهاردة كلكم كنتوا كويسين. بس برضو في
حاجات كده مش عجباني بالنسبه لتريزيجيه. تريزيجيه عايز يجيب كل حاجه لوحده، وده ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا عم تريزيجيه. عم تريزيجيه، احب على ايدك العب جماعي. الكرة دي اسمها كرة جماعية، باصي باصي. شفت بقى في اخر 6 7 دقايق او 10 دقايق من الشوط الثاني كانت الباصات حلوة، وايه، وعلى الهادي يا زبادي. ايوه. النهارده يا جماعة، ها، يعني هعمل حفلة، حفلة بصراحة. يعني انا في غاية الانبساط يا جدعان والله. وابن ربنا يبارك فيه اتصل بيا وفرحان، والحاجة كانت بص فرحانة. كل البيت عندنا احنا اهلاوي، الاحفاد وكله اهلاوي، مفيش حد زملكاوي فيه، كلنا اهلاويه. وغصب عن اي حد احنا كلنا اهلاويه، وهنشجع الاهلي طول عمرنا. انا مسكتهم امبارح، روقتهم، والنهارده قبل الماتش ظبطتهم. ليه؟ عشان يتنحرروا، عشان يلعبوا كوره، يلعبوا بحمقى، مش قدام بيراميدز. بيراميدز دي اسيوطي يكسبك. ازاي اعمل اسيوطي يكسبك؟ ازاي؟ نفسي افهم. النهارده بالمعاطي زكي هيظبط الدنيا. اه، كان فين ده من زمان؟ كان فين هواك يا حبيبي من زمان؟ اه، مدحت شلبي، كان فين هواك يا حبيبي من زمان؟ لو مدحت شلبي بقى قاعد النهارده كان ظبط الدنيا. لو هو اللي بقى المذيع. بس انا فرحان يا جدعان، كتاب الله. النهارده انا فرحان جدا، يعني الفرحه للسعاده. ليه بقى؟ لان انا حركت اللعيبه. صدقني انا اللي حركت اللعيبه، محدش حركهم الا انا. لان انا مسكتهم سلختهم، سلختهم اكتر ما فيش مدرب يسلخهم زي العبد لله. انا سلختهم، وتلاقيهم اتفرجوا عليا، وعشان كده لعبوا. مسكتهم روقتهم. اصلي يعني ده انت يا عم كسبت ريال مدريد. الله. ده لعيبه الزمالك كانت كل شويه واحد يتكف على وشه عايز فاول، بس الحكم برنس، حكم الله اكبر عليه. وتريزيجيه راح يشوطها في ايد المهدي سليمان. طب ما الزاويه اليمين عندك مفتوح. طب والله انا لو شوطها كنت حطيتها جوه. بس الواد شوبرا، واد برنس، الواد ابن شوبير ده، اوفا ده. ايوه هو المفروض. ايوه نقول له يا اوفا، جميل عسل. ابن الوز عوام يا عم، ابن الوز عوام، الله اكبر عليه. انقذ بيلن، وانقذ جون 100%. يعني الكره يعني صدها من رجل الواد في مساحه ما فيش، صدقني، في مساحه قد كده. لو جون غيره كانت حطها. بس انا مش عارف كابتن شناوي ما لعبش النهارده ليه. كان المفروض نزله 5 6 دقايق كده ولا ربع ساعه، لكن هو قال لك ابدا بشوبير وانهي بشوبير. بس الواد حلو يعني بصراحه، واد شوبير 100 100. واد اوفا ده 100 100. ابوه كان الله اكبر عليه، كان وحش الشاشه، كان وحش الشبكه. كابتن شوبير، ربنا يبارك فيه ويديله الصحه. كان جون ابن الوز عوام يا جدعان، والله ابن الوز عوام. النهارده انا مبسوط، واخد بالك. وهنجيب بقى لب النهارده ونقزقز، ونجيب حاجه ساقعه ونظبط نفسينا. عشان ايه؟
وبعدين سامح ابني جاب لنا جاتوه برضه، هناكل ونظبط نفسينا، ربنا يبارك له. واخد بالك؟ احنا النهارده هنحتفل احتفال حلو ان شاء الله. انا مش عارف والله يا جماعه، انا اللي عاجبني كله في الموضوع ده جمهور الاهلي. جمهور الله اكبر عليه، جمهور مية مية، مش جمهور اي كلام، لا. طول عمر جمهور الاهلي هو اللعيب الاول هو الفريق كله، هو الفرقه كلها. ومعتمد جمال يا ولده مش عارف يعمل ايه، كان صعبان عليا والله. معتمد جمال والله هو مدرب حلو والله، و- وودى الفرقه في حته حلوه بصراحه، وما هو ابن النادي. احنا بقى ليه؟ انا بكررها المره العاشره، نجيب ابن النادي يمسك الفرقه احسن من الاجانب. فكنا بقى من الاجانب يا عم، احنا زهقنا من الاجانب يا كابتن الخطيب، احنا زهقنا من الاجانب. لو سمحت، الاجانب دي هتودينا في داهيه، بكلمك جد. ده افريقيا خرجنا منها، هو الاهلي عمره كان يخرج من افريقيا يا جدعان؟ استحاله. ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا خلاص زهقنا من الاجانب. فيا ريت يا كابتن الخطيب بعد اذن حضرتك، انت وياسين بيه منصور، تجيبوا لنا مدرب ابن النادي. عندك حسام البدري، عندك علي ماهر، الناس دي لو بتدرب فرقه بره قلت وشاورت له بس هيجي جري، مش هيتاخر، ان دول ولاد النادي، مش هيتاخر. انا بكلمك جد والله. ده النهارده لا يا نهار ابيض، ده احنا لو اتغلبنا يا معلم، ده احنا كان يتحفل علينا. بس حلو تلاتة، نقول له يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة، زي ما قلنا له قبل كده يا ابو تلاتة. النهارده مبسوط انبساط فوق ما تتصور. ايه رأيك؟ بس احنا عايزين بقى الماتشين اللي جايين شت، نكسبهم، نكسبهم، مفيش جدال. لو الزمالك وقع تعادل ماتشين، الاهلي ركب الدوري. انا بقول لك كده، دي احصائيات. الاهلي دلوقتي 47 نقطة، الزمالك 50. كلام كده كده بيراميدز هيقع. بيراميدز ما بيعملش معلم الا قدام الاهلي، واحنا اللي مدينه الفرصة دي، اللعيبة بتاعتنا هي اللي مدينه الفرصة دي. 47 عندك، وعندك 47 و6 يبقى 53. كويس. الزمالك 50، لو اتعادل الماتشين هيبقى 52، يبقى انت كده خدت الدوري. وممكن الزمالك يقع الماتش اللي جاي، هيبقى يعني خلاص الطموحات عنده وقعت بسبب الاهلي، لان هو لما الاهلي بيغلبه وبيروقوا بيقع الزمالك. وانا وانت اهو، بس انت اهم حاجه تكسب الماتشين بتوعك الجايين. والزمالك يا عم احنا عايزينهم يتعادلهم بس خلي بالك الزمالك هيقع ماتش، صدقني. لو غلب ماتش وتعادل ماتش انت خدت الدوري، وهو زي ما هو في الفيدراليه. فهمت يا سيدي المعلمين؟ انا بقول لك كده والله. بس انا عايزكم الماتشين الجايين نبقى عفاريت في الملعب، عفاريت، يعني نطير في الملعب. عارفين الطيارات؟ نبقى طيارات في الملعب الماتشين الجايين. ما تبصش لنتائج الزمالك، خليك في نفسك. النتائج بتاع الزمالك دي مالناش دعوه بيها، ما تبصلهاش.
ركز في فرقتك وركز في مطوشتك، غير كده ما تركزش مع الزمالك خالص، لان الزمالك كده خلاص، يعني خلاص بقى عنده حالة هبوط، زي ما يكون واحد ايه يقعد يجري وقلبه بيوجعه بينام. خلاص كده الزمالك، صدقني ان الزمالك ممكن يتغلب الماتشين كمان، صدقني انا مش هكدب عليه. وممكن يا سيدي انت ممكن تعمل ماتش قصد الزمالك تاني، ممكن، ليه لا؟ هو الزمالك لو تعادل ماتش، لو كسب ماتش واتغلب ماتش، هيبقى 53 وانت هتبقى 53. ممكن تعملوا ماتش فيصل او بالاجوان بقى، انت وظروف. عايزين الماتشين اللي جايين نعلي الريتم زي كده، نعليه مش نوطيه، نعليه عشان نجيب اجوان كتير. الماتشين اللي جايين دول اقل حاجه تجيب فيهم 6 اجوان او 7 اجوان، عشان لو اتساويت مع الزمالك يبقى انت اعلى في الاهداف. انا مش عايز اقول تاني يا جدعان، بس انا مبسوط منكم النهارده ان شاء الله. انبسطت ان انتوا رزحتوا الزمالك 3، عشان نقول يا ابو 3 يا ابو 3، انت فين يا ابو 3. العيال بتغنيها حلوه، العيال الصغيره احفادي بيغنوها حلو. والله العظيم يا جماعه انا مش عارف اعمل ايه، اقول لكم يعني نقول الف مليون مبروك للاهلي، الف مليون مبروك. لان الحمرا دي بترعب اي نادي، اي فرقه بترعبها كده رعب. انا برضو الولاد عندي هنا النهارده كانوا فرحانين جدا، الله كلنا كنا فرحانين الحمد لله، اكنه عيد يا اخي. ما هو العيد قرب، فاحنا برضو ايه بن بنعيد عليهم. ما هو برضو العيد اللي فات احنا عيدنا عليهم، الدور الاولاني عيدنا عليهم. كل عيد كده نروقهم نطرقع لهم كده على طول. والله العظيم 3، انا يعني مش عارف اقول ايه، بس من فرحتي والله يا جماعه، من فرحتي من المكسب انا مبسوط. بس الواد الحكم 100 100، الحكم الالماني ده واد برنس بصراحه، الله اكبر عليه، ملوش حل. شوف الاجانب يا عم عندهم ضمير، نفسي حكامنا يبقوا زي الاجانب كده. هم حكام محترمين وكل حاجه، ما نقدرش نقول فيهم حاجه، بس اللي بيعملوه ده عيب، ما ينفعش. يعني الشوطه، ضربه الجزاء اللي اتحسبت للاهلي النهارده نفس ضربه جزاء اللي كانت في ماتش ايه، ماتش سيراميكا تقريبا، نفس ضربه الجزاء، ايوه اللي في ماتش سيراميكا، ايوه. مش دي زيها والله اختها، والراجل الاجنبي حسبها. انت بقى يا حكم ما حسبتهاش ليه؟ للاسف مفيش ضمير. ليه؟ زملكاوي وعيلته كلها زملكاوي بيكره الاهلي، كل السوشيال ميديا قالت كده، وفي حكام قالوا كده انها ضربة جزاء وما حسبهاش، ومفيش فايدة، والبار قال له برضه ما حسبهاش. والله المفروض الماتش ده يتعاد بسبب ضربة الجزاء بتاعت الاهلي النهارده. حكم قعد كام 10 ثواني بص عليها، 10 ثواني، لكن ده بص عليها ايه، والراجل بتاع البار يقول له تعالى بص عليه، يروح يبص، قعد يجي تلت ساعة ولا ربع ساعة يبص عليه. لكن الحكم ده مجرد ما بص في البار جيب ضربة جزاء. المفروض انت حكم مالكش دعوة، انت منتمي مثلا للأهلي، مالكش دعوة بالأهلي، انت ليك دعوة بضميرك، لأن دي عملية ضمير، انت قاضي.
زي القضاة بتاعتنا الناس المحترمين. انت قاضي في الملعب، حكم قاضي. اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. مش احنا يعني يعني احنا مسلمين وموحدين بالله، والاجانب يعني يجوا يتفوقوا علينا في حكمهم في لعبهم في الكوره؟ طبعا ما ينفعش. بدل انا ما اقول لك لا انا عايز حكم اجنبي، طب ما الحكم المصري اولى واحسن. بدل ما اجيبه بدولارات، لا حكم مصري. بس اهم حاجه الحكم المصري يبقى محايد، ملوش دعوه لا بالفرقه دي ولا بدي. مش يقول لك انا زملكاوي ولازم احكم للزمالك. لا ما ينفعش، ما ينفعش يا عم الحاج. انا بكره الاهلي، دي ما فيهاش كراهانيه. لا تكره ده ولا تكره ده، ولا تحب ده ولا تحب ده. احكم بالعدل. اذا حكمتم بين الناس احكموا بالعدل. واقول لكم يا جماعه الف الف مليون مبروك. و... وقبل ما تمشي سمعوني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في رعايه الله وامن.